سڵاوتان لێبێت خوێندکارانی پۆلیشەش بە هیوای سەلامەتی و تەندروستێکی باش بۆ هەموو لایەکتان. بۆ دەرسی ئەم جارەشمان ئزرع وەلا تەقتەع. ئزرع وەلا تەقتەع واتە بچێنە و مەبڕێنەوە، یعنی زەرەر و زیان بە سروشت و دار و ژینگە مەگەیەنە. أولاً كان أبو جلال يذهب مع ولديه هوشيار وجلال إلى مزرعته ليقضي فيها بضعة أيام. باوکی جەلال لەگەڵ دووکڕەکەی کە کێن جەلال و هۆشیارن لە کێڵگەکەیان ئەمێنەوە بۆی چەند ڕۆژێک لەوێ کات بەسەر بەرن. هناك بنى أبو جلال منزلا وسط أشجار الجوز والرمان والمشمش والتفاح والخوخ. باوکی جەمال لە کێڵگەکەیانە، لە ناوەڕاستی کێڵگەکەیانە ماڵێکی دروست کردووە، خانوویەکی دروست کردووە لە ناوەڕاستی دار، جەوز یعنی گوێز، ڕومان یعنی هەنار، مشمش یعنی قەیسی، توفاح یعنی سێو، خۆخ یعنی قۆخ. لە ناوەڕاستی ئەم دارانەیە باوکی ماڵێکی دروست کردووە. ثانياً وذات يوم وبينما كان يجمع أعواد الشجر اليابسة من أجل تدفئة ڕۆژێکیان باوکی جەلال چی ئەکرد؟ چڵەداری وشکبووی هەروەکو لەوێنەکەیە دیارە چڵەداری وشکبووی لە کێڵگەکە کۆ ئەکردەوە بۆ ئەوە چی؟ بۆ ئەوەی بیسووتێنێت و گەرمیان بێتەوە. وجد على الأرض غصنا طريا أخضر. لەو کاتێک ئەم خەریکی کۆکردنەوەی دارەکان بوو، بەڵام دارێکی تەڕی بینی کە هێشتا سەوزە. فاعتقد أن هۆشیار الصغير هو الذي كسره. باوکی وەی زانی کوڕە بچکۆلەکەی هۆشیار ئەو دارەی شکانوە. فناداه بصوت عالي. بەدەنگی بەرز بانگی کرد. لبى هوشيار نداء والده قائلا نعم يا والدي. هۆشیاریش بەدەم داواکاریەکەی باوکیەوە چوو پێوت بەڵێ باوکە. ماذا تريد؟ وتی چیت ئەوێ باوکە؟ فسأله والده. باوکی لێی پرسی لماذا كسرت هذا الغصن؟ بۆچی ئەو لقیدارەت شکانوە؟ باوکی لێی ئەپرسێ. استنكر هۆشیار هذا عمل قائلا. بەڵام هۆشیار وتی ئەو ڕەتی کردەوە کە ئەو داری شکان بێ و پێیوت أنا أحب الأشجار يا والدي. وتی باوکە من دارم خۆشەوێ، ولا يمكن أن أكسر أغصانها. ناتوانم لقەکانی بشکێنم. في هذا الوقت كان جلال جالسا على غصن كبير يقرأ في كتابه. كل رسمك ديارة جلال لسر أم لقدارة دانشتو كتاب أخوانيتوا. فلما سمع حوار والده وأخيه تذكر إنه هو الذي كسر الغصن الطرية. أو كاتك جويلة باوكيو براكيبو ئەو بیری کەوتەوە هۆشیار کە براگەورەکەی ئەم کە ئەو دارەکەی شکانوە. کاتێکە ویستبووی عندما حاول الجلوس عليه. کاتێکە ویستبووی لەسەری دانیش جەلال دارەکەی شکان بوو. لكن الغصن لم يتحمل وزنه. لقی دارەکە بەرگەی کێشی جەلالی نەگرت بوو، بۆیە شکا بوو. فانكسر ورماه على الأرض. بۆیە هۆشیاریش لقی دارەکە شکا و ئەویش هەڵیا سەر ئەرزەکە. فبحث عن غصن أكبر منه وجلس عليه. هاوكو أبين لوينكا ديارة پارچەدارێکی لقیدارێکی ئەستوتری دۆزیوەتەوە ئەو لەسەر ئەوە دانیشتووە. تقدم جلال من أبيه خجلا واعتذر منه. ئەبینی لەوێنەکە دیارە جەلال بە شەرمەوە لە باوکی چوە پێشەوە و داوای لێبوردنی لێکرد. لأنه نسي أن للشجرة فوائد كثيرة. لەو کاتەیە کە
کە ئەم قەدارەی شکان و هەڵیاسە بیری چوبۆکە دار چەند سوودی هەیە. ووعده بألا يتسبب في قطع أي غصن بعد الآن. بۆیە بەڵێنی بە باوکیدا کە جارێکی تر نەبێتە هۆی شکانی هیچ لقێک لەم هەودووە. ازرع ولا تقطع. كان أبو جلال يذهب مع ولديه هشيار وجلال إلى مزرعته ليقضي فيها بضعة أيام. هناك بنى أبو جلال منزلا وسط أشجار الجوز والرمان والمشمش والتفاح والخوخ. ثانيا، وذات يوم بينما كان يجمع أعواد الشجر اليابسة من أجل تدفئة، وجد على الأرض غصنا طريا أخضرا، فاعتقد أن هشيار الصغير هو الذي كسره، فناداه بصوت عال. لبى هشيار نداء والده قائلا: نعم يا والدي. ماذا تريد؟ فسأله والده: لماذا كسرت هذا الغصن؟ استنكر هشيار هذا عمل قائلا: أنا أحب الأشجار يا والدي، ولا يمكن أن أكسر أغصانها. ثالثا، في هذا الوقت كان جلال جالسا على غصن كبير يقرأ في كتابه، فلما سمع حوار والده وأخيه تذكر إنه هو الذي كسر الغصن الطري عندما حاول الجلوس عليه، لكن الغصن لم يتحمل وزنه فانكسر ورماه على الأرض، فبحث عن غصن أكبر منه وجلس عليه. رابعا، تقدم جلال من أبيه خجلا واعتذر منه لأنه نسي أن للشجر فوائد كثيرة، ووعده بألا يتسبب في قطع أي غصن بعد الآن. ازرع ولا تقطع. كان أبو جلال يذهب مع ولديه هشيار وجلال إلى مزرعته ليقضي فيها بضعة أيام. هناك بنى أبو جلال منزلاً وسط أشجار الجوز والرمان والمشمش والتفاح والخوخ. وذات يوم، وبينما كان يجمع أعواد الشجر اليابسة من أجل التدفئة، وجد على الأرض غصناً طرياً أخضر، فاعتقد أن هشيار الصغير هو الذي كسره، فناداه بصوت عال. لبى هشيار نداء والده قائلاً: نعم يا والدي، ماذا تريد؟ فسأله والده: لماذا كسرت هذا الغصن؟ استنكر هشيار هذا العمل قائلاً: أنا أحب الأشجار يا والدي، ولا يمكن أن أكسر أغصانها. في هذا الوقت كان جلال جالساً على غصن كبير يقرأ في كتابه، فلما سمع حوار والده وأخيه تذكر أنه هو الذي كسر الغصن الطري عندما حاول الجلوس عليه، لكن الغصن لم يتحمل وزنه فانكسر ورماه على الأرض، فبحث عن غصن أكبر منه وجلس عليه. تقدم جلال من أبيه خجلاً واعتذر منه لأنه نسي أن للشجر فوائد كثيرة، ووعده بألا يتسبب في قطع أي غصن بعد الآن. باوکەکەم دوایەوە مۆزوعەتان بەباشی خوێنتانەوە و نووسیتانەوە تەمارینەکانی حل ئەکەین. بزانین تەمارینەکانی داوا چیەکە.
ضع دائرة حول المفردات التي تتعلق بالشجرة وتدائريك باسطة بكيش بدوري أو كلماتانيك بيونديان بدار وهي ثمر، جذع، ريش، خشب، قشرة، عشب، أوراق، هواء، أغصان. كاميان بيوندي بداريتو أكيدا دائريكو. تمرين البعد أجب عن الأسئلة الآتية. جواب أم سؤالان أيتوا. أذكر شخصيات القصة يعني چەند کەسەکانی ناو ئەم چیرۆکە کێو بوون بیانووسە. ماذا وجد أبو جلال عندما كان يجمع أعواد الشجر اليابسة؟ باوکی جەلال چی دۆزیەوە کاتێ چڵەدارە وشکبووەکانی کۆ ئەکردەوە؟ لماذا نادى أبو جلال هوشيار عندما شاهد غصن المكسورة؟ باوکی جلال بۆچی هۆشیاری بانکرد کاتێ کە بینی چڵەدارە سەوزەکە کەشکاوە بۆچی جەلالی بانکرد؟ ما كان ردة الفعل هوشيار على سؤال والده؟ ضع إشارة صح في المربع المناسب. چوار سي اختياري ياوينته. رد فعلي هوشيار چی بوو کاتێکە باوکی پێی وت تۆ دارەکە وشکانوە؟ خاف، استنكر أم غضب. كاميان براز داني لمسي كلمته صحيح لا مربع كاني. استخرج من النص جملة التي تدل على ذلك. توكا تشيروكو خانو جاري كتير أو جملة كبنوسة كدرب رد فعلي هوشيار باسي يعني باسي رد فعلي هوشياري أكد. من كسر الغصن الأخضر الطري وكيف كسره؟ وتمان كي دار صوزك يشكانو چون يشكانوتي. كيف تقدم جلال واعتذر من أبيه؟ ضع إشارة في المربع المناسب. وتمان جلال چون داوای لێبوردنی لە باوکی کرد؟ ضاحكا، باكيا أم خجلا؟ تو صحيح إلى مربع كاميان براس زاني. أم كلماتانا هەیە و سي اختياريشي هەیە. تو عكسي أم كلماتانا أخيتا دائريكوا. لبى النداء عكسكي سمع النداء، تجاهل النداء، أطلق النداء. كاميان عكسي أو كلمات أو كده دائريكوا. استنكر العمل عكسكي استحسن العمل، استصعب العمل، استسهل العمل. كاميان عكسكي كده دائرة عينشت. اعتقد عكسكي عرف، ظن، تأكد. خجلا، متألما، فخورا أم عابسا. كاميان براس أزاني بعكسي أو كلماتانا براس أزاني تو أكيدا دائريكو. أم جملة معناها ضع عنوان آخر للنظم. تو أتواني أو چلوكي كجود ليبويا كخوندو تتوو رسمكشي أبيني تو عنوانكي تري بودانه. خوي عنوانك بناي ازرع ولا تقطع. تو عنوانك كي بودانه. باوكم أم عباراتنا معناها تو أكيد تدناو أم أمودانو. عبارات دالة على زمان، زمان يعني كات. عبارات دالة على المكان، مكان يعني شوين. تو أم عباراتنا معناها أو دلالة لزمانته لزمان عينوسي، أو دلالة لمكان شكاته لمكان عينوسي. بين الأغصان، بضعة أيام، ذات يوم، داخل مزرعتي، بينما كان، في هذا الوقت، لما سمع، وسط الأشجار، عندما حاول. تو كاميان بزمان أزاني وكاميان بمكان أزاني لا أم عمودانة أينوسي. ارجع إلى النص ازرع ولا تقطع. ما الفكرة الرئيسية لكل من المقاطع الآتية؟ ضع إشارة أمام الجواب الصحيح. باوككم مقطعي دوم تبتشر مقطعي دوم بباشي بخوانه له. ذات يومين كان نقطة كدانا وأغصانها. أما سي اختياراتي شي ياينت توجه أشي جارك مقطعي دوم بباشي إخواني توا. جمع العيدان اليابسة. غضب والد عند عثوري على غصن الطري المكسور. استنكاره شار لكسر غصني. لمقطعي دوما كاملة معناتياتو صحيح كلي أي. أين شد هي تسر مقطعي
سيم لا تشيروكاكا في هذا الوقت عليه أم لا بجوسر مقطع سيم بباشي بخوانا رو كم لم جملانة براس أزاني تو صحيكي لأي تذكر الجلال إنه هو الذي كسر الغصن جلوس الجلال على غصني وقراءة في كتابي بحث جلال عن الغصن أكبر ليجلس عليه كام يان براس زاني صحيح ليه عين شرب جرسر مقطعي شوارم تقدم الآن أما بما دسبيكات وبما كتايب بياهد نسيان جلال أن للشجر فوائد كثيرة اعتذار جلال من أبيه ووعده بألا يتسبب في قطع أي غصن بعد الآن في أي أمان تمرين لدواترة في أي مقطع من هذه المقاطع وقعت المشكلة وتشبه شكا لم بشكان كمشكلة كتيا ريا وفي أي منها كان الحل مقطعك شاح لكان دوزيوا لو أنك محل جلال ما كنت لتفعل أجتول شوني جلال بوتايا تشيتا كير تخيل ما قاله والد للجلال عندما اعترف بأنه كسر الغصن الطري الأخضر غتو وابيكر وتخيلك وابيكروك باوكي جلال شي بجلالتك أو اعترافك روتي من لقدار صوزك شكانوا